أحلى على أحلى يا كحك العيد يا احنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم عالم زيزي. النهاردة عملت كحك خطير بجد، كحك ناعم ودايب بالسمنة المقدوحة زي طريقة ستي زمان. تعالوا اقولك المكونات. معايا كيلو من الدقيق، عليه معلقة كبيرة من ريحة الكحك، هتجيبيها من عند العطار، ما ينفعش الكحك لما تحطي عليه ريحة كحك. معايا ذرة من الملح، ومعايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ما تكتريش عن معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان ما ينفش الكحك معاكي ويضيع شكله وانتي بتسويه. هعمل حفرة في وسط الدقيق كده بعد ما اكون قلبت المكونات الجافة مع بعضها، وهنزل بمعلقتين من السمسم. تعالوا نشوف الخميرة بتاعتي بقى. معايا معلقتين من السكر على نص كوباية مية دافية، وضروري جدا ان المية تبقى دافية، ومعلقة كبيرة من الخميرة. هقلبهم كويس جدا وهركنهم على جنب. تعالوا نشوف الخطوة الثالثة. معايا نص كيلو من السمنة، او مقدار كوبايتين ونص من الكوباية اللي انا معايا بيها ديت. هاخد السمنة واقدحها كويس جدا واختبرها بشوية دقيق واشوف الدقيق ده هيختفي. لو اختفى يبقى السمنة مقدوحة معايا وهشتغل بيها. هنزل السمنة المقدوحة على الدقيق، وفي الخطوة ديت خلي بالك جدا من ايديكي، لان درجة حرارة السمنة بتبقى عالية جدا. بأي معلقة خشب، معلقة عادية، وهتبدأي تشربي الأول كده الدقيق مع السمنة. مش هتقدري تحطي ايديكي فيه، انا حاولت دلوقتي قدامك بس ما قدرتش عشان ما تتلسعيش، بس لازم تخلي بالك قوي. وهبتدي ان انا اشرب الدقيق للسمنه كويس جدا. لو الطبق بتاعك صغير ننزلي في طبق اكبر شويه وابدأي بسي الدقيق مع السمنه. والخطوه ديت مهمه جدا لنجاح الكحك، لانها بتديني كحك ناعم ودايب زي الكحك كده اللي انت بتحبيه وبتحبي تاكليه. تمام. هبتدي ان انا ابس مش اقل من 10 دقايق. اقعد ابس السمنه في الدقيق كويس جدا، وانزل بيهم بالخميره كده شويه شويه. تمام. هشوف بقى بعد الخطوه ديت العجينه بتاعتي محتاجه ميه ولا مش محتاجه ميه. طب انا هعرف منين ان هي محتاجه ميه؟ همسك العجينه بتاعتي واشكلها. خدي بالك انا حطيت كمان ريحه موز وانا بحط الميه بتاعتي. حطيت شويه من ريحه الموز، بتدي للكحك ريحه جميله جدا زي بتاع المحلات اللي بتشتريه من بره. هرجع تاني لاختبار العجينة بتاعتي. اعرف منين اذا كانت محتاجة مية ولا مش محتاجة؟ امسك حتة من العجينة اكورها واشكلها كده. لو عملت تشققات من الجناب يبديها معلقتين مية كمان. لو ما عملتش والعجينة بتاعتي ما شققتش وتمام التمام، يبقى انا العجينة بتاعتي ديت ناجحة جدا وهتبقى كويسة جدا معايا. تمام. وغير كده كمان وانا بنقشها بالمنقاش، لو العجينة بتاعتي ديت مش ناجحة هتشبك في المنقاش بتاعي، مش هتديني اشكال حلوة. يلا بينا نبدأ. معايا صاج. طبعا احسن حاجة لتسوية المعجنات هي الالمونيا، فانا معايا صاج المونيا. اغطي العجينة بتاعتي كده عشان ما تنشفش مني، ودي حاجة ضرورية جدا، لازم تغطي العجينة وانتي بتشكليها عشان ما تنشفش وتفرول منك. هستخدم البصامة وهستخدم المنقاش بتاعنا، وهبتدي ان انا اعمل كور صغيرة. كل ما انا بحب عن نفسي الكحكايه تبقى صغيره يا دوبك على قد البق كده وانت بتاكليها. انت عايزه تكبري شويه، عايزه تصغري شويه، مفيش اي مشكله، انت وذوقك. هبتدي ان انا اساوي كده في الكوره بتاعتي عشان تاخد شكل متساوي وما تفنش مني كده في قلب الفرن. وهبتدي ان انا انقش فيها واشكلها. ده شكل انا عملته. تمام. في شكل تاني هعمله. عايزه تعملي بالبصامه على طول وما تعمليش بالمنقاش برضو براحتك، بس انا بصراحه المنقاش ده بيحسسني بالعيد، بيحسسني ان الكحك انا تعبت فيه وعملته ونقشته. انا بحب انقش جدا بالمنقاش. تمام. وادي شكل تاني، وهكذا لحد ايه ما تبدأي تخلصي نص الكميه، لان نص الكميه التانيه انا هحشيها بالملبن. اثناء ما انتي بتشكلي اول صاج، الفرن بتاعك هيبقى شغال على درجة حرارة 180. اول لما تخلصي اول صاج هتدخليه رف اوسط على طول، وتخلي بالك منه لانه ما بياخدش سوا كتير زي ما انتي متخيلة. معايا بقى حتة ملبن كده. تعالوا ندلعها بمعلقة من السمنة، سمنة بلدي، سمنة عادية، اللي عندك كله متواجد، بس لازم تطريه بالسمنة عشان خاطر لو ما طرتيش الملبن بالسمنة هينشف جوه الكحكه ومش هيبقى طعمه حلو. تمام. خدت معلقه من السمنه وهفضل اهرس فيه كويس جدا لحد ما اوصله كده
للي انتوا شايفينه دوت عجينه، كأن ملمسه كده ملمس عجينه. عندك بقى نوع مكسرات، عندك عين جمل، عندك سوداني، عندك بندق، عندك لوز، اللي انت عايزاه هتكسريه شويه كده وتحطيه عليه، وهتبداي تعمليه كور على قد يعني اصغر من حبه الايه الكحكه اللي انت هتعمليها. بعد تفتحي الكحكايه كده وتخلي بالك جدا وانت بتحشي انك تقفلي كويس على الملبن دوت علشان خاطر ما يتحرقش وانت بتسويه او يطلع ويبان ويبقى شكله وحش. تمام. هبدا ان انا اكور كده بعد ما حطيت الملبن، وهبطها شويه وابصم عليها بالبصامه. وانا اتعمدت بقى ان انا اعمل هنا بالبصامه عشان افرق ما بين اللي انا عاملاه اللي محشي واللي مش محشي. وكده كان ما شاء الله طلع من الفرن. بصوا تسويته اللهم بارك ما شاء الله، بجد تحفه، ما خدش وقت في الفرن، دايب وخطير وهيعجبكم جدا. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.